السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم منتجات ديال الشعر وديال الوجه، من محل معروف هنايا في المانيا اللي هو الدي ام. انا بصراحه يعني تنشري منه اغلب الحاجات ديالي، لانه فيه اثمنه مناسبه، وفي نفس الوقت لقيت بزاف ديال الحوايج اللي هما يعني بثمن مناسب ولا رخيص، عندهم نفس الفائده ديال منتوجات اخرى اللي هما غاليين. مثلا هنايا كاين هذا تنديروه الوجه كماسك. انا خدمت درت واحد، وهذا الثاني. هما فيهم جوج، يعني انا جاوني بزاف باش نستعملهم بجوج، استعملت غير واحد. هذا ماسك زوين بزاف 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 بزاف، وبصراحه يعني الماسكات كاملين ديال دي ام ولا الروسمان زوينين بزاف، وبصراحه يعني تعجبوني والخاصين، يعني بالمقارنة مع غارنيي ولا الماسكات الثانية، يعني رخاصين وعندهم نفس النتيجة. نجيو لهذا ديال بيبي، يعني هذا زوين بزاف، حتى هو استعملته ولقيته زوين زوين زوين. يعني البنات اللي تيعانيوا من البشرة ديالهم الجافة، هذا زوين بزاف. وكذلك يعني تيغدي البشرة بواحد الشكل اللي هو زوين. هذا انا عجبني بصراحة. وهنايا كاين هذه نيفيا اللي البنات كلهم تعرفوها، حتى هذه زوينة بزاف وعجباتني. هذه تاني مرة ناخد منها. يعني بصراحة أنا تنبدل، يعني مرة تندير هذا بيبي، مرة تندير هذه نيفيا، كل مرة وشنو تندير، ولكن بصراحة يعني زوينين بزاف 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 بزاف، ورخيص، يعني ما غالينش لا هذا ولا هذا بيبي. تنجيو لهنايا المقشرات ديال الوجه، بحال هذا من بالية. يعني اغلبيتكم ما يكونوا تعرفوا الماركه باليه، غادي يقولوا بان يعني باليه رخيصه، واللي الحاجه اللي هي رخيصه يعني راها ما زويناش، وهذه 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 وهذه. انا تنقول لكم لا، بصراحه باليه رخيصه، ولكن فيها شي حوايج اللي هي زوينه بزاف. والبنات اللي عندهم الجلد ديالهم، يعني البشره ديالهم جافة وحساسة، أنا تنصحهم بهذا زوين. هذا كريم، فاش كريم، يعني تديريه وتغسليه، وبصراحة يعني فيه فيتامين او، يعني غزال بزاف. وهذا فيه ثلاثة ديال الميزات، يعني ك ماسك، ممكن تستعمليه كماسك، وممكن كذلك تستعمليه يعني كمقشر، وتغسلي به وجهك. يعني فيه ثلاثة ديال الحوايج. انت شنو باغيه كيفاش ديريه؟ ممكن تخدميه كماسك وتتخليه على وجهك واحد الفترة ديال جوج، لا، يعني ممكن تستعمليه من جوج حتى لثلاثة د المرات في السيمانة، وتخليه على وجهك مدة ديال 3 حتى 5 ديال الدقائق، وتغسليه. وشنو سميتلو بيلينغ، يعني مقشر يعني يومي، ماشي ديال المره في السيمانه ولا هذا، ممكن تستعمليه كل نهار كمقشر. وكذلك تغسلي به عادي الصباح وبالليل. بصراحه زوين بزاف. وهذا بالنسبة للبنات اللي عندهم يعني مش هاوت، البشرة يعني مختلطة ما بين جافة ودهنية، تنصحهم بهذا زوين. وهذا جيل. هذا بالنسبة للبشرة العادية، واخا يعني أنا ما مقتنعاش بأن كاينة بشرة عادية. المهم بالنسبة للبشرة اللي هي عادية، والبشرة اللي هي مختلطة،
يعني زوين. تيدير رغوه رغوه، ويدار على الوجه. حتى هو ممكن تغسلي به الصباح وبالعشيه، زوين بزاف. وكاين هذا، وهذا الاخير حتى هو من باليا. هذا غير بيلينغ، هذا ديال البشره كامله، يعني دهنيه ولا جافه ولا تكون كيف ما بغات تكون البشره ديالك. هذا زوين بزاف حتى هو. بصراحه انا تنديرهم كاملين، يعني كل مره تندير واحد، ولقيتهم موافقين البشره ديالي. مع انه هنايا كاين هذا ديال البشره العاديه والبشره المختلطه، ولقيت بصراحه عجبني. واخا انا بشرتي يعني دهنيه، ومع ذلك تنديرو ووفق لي البشره ديالي زوين. نجيو لهذا بيبي من غارنيي، بصراحه زوين وتيغطي الوجه مزيان. انا هذا اللي تندير، زوين بزاف. وكل شيء تيعرف غارني، والماركه ديال غارني يعني حتى هي زوينه. عندنا هنايا هذا من ايسنس. البنات اللي هنا في المانيا راهم عارفين ايسنس، بصراحه زوين. تيدار تحت العينين كونتورن، يعني فيه بزاف ديال الانواع. انا خديت هذا رقم 3 نود، ما عرفتش واش تبان لكم ولا لا. هذا رقم 3. بصراحه تيغطي شويه الهالات السوداء اللي كاينه، الهالات الكحله اللي كاينه من تحت، ديك الزرقيه اللي كاينه من تحت العينين. وكاين هذا بلوش، بصراحه عجبني وزوين. وحتى هادي تاني ولا ثالث مره تناخدو، زوين بزاف وما غاليش. هو هذا. وغادي نجيو لهادي ديال حتى هي من ايسنس. هادي باودر، كومباكت باودر. هادي بصراحه تنديرها زوينه، مع انها اللون ديالها بيض، ولكن البنات ما تخافوش لان ما تيجيش اللون بيض في الوجه نهائيا. هادي تاني مره تنشريها، يعني بصراحه زوينه. هادي فاش ديري شنو سميتلو الكريمه على وجهك، ولا مثلا انا فاش ندير هذا البيبي على وجهي، تنولي نجيب البونجا ديال هذا، تنصاوبها ونديرها على وجهي. بصراحه تتثبت اي كريم كان على الوجه، وما تتخليش داك اللمعه كاينه في الوجه، يعني وجهك تيبري. زوينه بزاف. وغادي ندوزو للشعر. بصراحه هذه زوينه، هاد الزيت هادي، لان فيها زيت ارغان، وكنا تنعرفوا زيت ارغان بانها زوينه وزوينه للشعر، مغذيه بصراحه، وتتخلي ريحه زوينه 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 في الشعر. هذه يعني الا كان الشعر جاف، بالنسبه للبنات اللي عندهم شعرهم شويه جاف، هذه زوينه. وحتى هي من باليا من دي ام، وديريها هذه يعني يوميا كل نهار. آه ها هي 100 ارغان، ما عرفتش واش تبان لكم. ارغان اول، بصراحه هذه زوينه، ننصحكم بانكم تستعملوها، بالاخص البنات اللي شعرهم جاف. وممكن ديريها قبل السيشوار ولا من بعد السيشوار، عرفتي تتخلي الريحه زوينه. حتى ديك الريحه اللي تيخليها السيشوار في الشعر
يعني ما تتبقاش فاش ديريها من مور السيشواج، تديري واحد النقيطه وديريها هكايا في شعرك. ريحه شعرك تتكون غزاله. وبالنسبه لهذه، بصراحه انا هذه ما تتخطانيش لانها زوينه بزاف. هذه راها بيو، فيها الافوكا وفيها زبده الشيا الفيرده. وبطبيعه الحال كنا تنعرفوا الفيرده يعني ماركه زوينه. هذه بالنسبه للبنات اللي عندهم شعرهم هكايا تيعاني. بصراحه زوينه 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 زوينه. و... وتديريها يا اما قبل يا اما من بعد ما تغسلي شعرك. مثلا انا تنديرها بصراحه، يعني تنديرها قبل ما نغسل شعري بعشرة ديال الدقائق، يعني تنديرها في شعري ونخليه واحد العشرة ديال الدقائق، وتندخل تنغسلو عادي، تندير له شامبو، تندير له شبولونغ عادي، وتنجمعو ونخرج. يعني تترطب الشعر غزال، يعني بحال اللي تقولي دايره له بروشينغ. تترطبو بزاف 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 بزاف، يعني هذه غزاله. يعني فلوسها بصراحه، يعني ما ضايعينش. تديري يمكن تقريبا جوج الاورو شي حاجه، ولا 3 الاورو قل شي حاجه. المهم غزاله بزاف. ونجيو لهادو حتى هما من باليه. يعني اش غادي نقول لكم، جربت بزاف ديال لي شامبو. هذا شامبو هو وشبولونغ ديالو، يعني الديميلور ديالو غزالين. يعني ما غاديش ننصح بانكم ديروهم يعني ديما ديما ديما، ولكن بنادم بحال دابا مثلا تديري شامبو من هذا النوع وشامبو من هذا النوع وشامبو من هذا النوع، يعني كل 3 شهور حاول ما امكن بنادم يبدل شامبو ويدخل بيناتهم. هادو غزالين بصراحة، لقيتهم مناسبين لشعري. وهذا البنات اللي بغيت نشارك معكم، يعني الحاجات الزوينة اللي شريتها ولقيتها بأنها مفيدة ومزيانة وفي متناول الجميع. وإن شاء الله إلا أعجبكم هذا الفيديو هذا وبغيتوني نبقى ندير لكم بحال هذا الشكل ديال الفيديوهات، ولا مثلا ندير لكم جولة في الدي ام ولا في الروسمان ولا في اي بلاصة بغيتو. المهم ما عليكم الا تكتبوا لي يعني كومونتير تحت الفيديو. وان شاء الله الفيديو الجاي يكون احسن من هذا الفيديو هذا. ونتمنى بانكم تشاركوا في القناة ديالي وتديروا لي لايك. والسلام عليكم.